السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أعزائي المتابعين. اليوم ويانا جلسة تعبئة منطقة الصدغ. الصدغ هو من الأماكن المهمة جدا اللي لما يكون داخل لجوا يعطي للعين شكل التايرد لوك أو العيون المرهقة. طبعا في عضلة هنا فينصح إن احنا نفتح الفم نص فتحة، تمام، علشان نرخي المنطقة هذه. بعدين ندخل الإبرة عمودي من هذا المكان، نتأكد إنه ما في وريد أو شريان. نسحب، ننتظر كذا ثانية، نسحب مرة ثانية. بعدين نبدأ نحقن شوي شوي. مراجعة، بتحس بألم بسيط كأنه ضغط، وبعدين نوقف، وبيكون منطقة الصدغ اتعبت. مثل ما حضراتكم ملاحظين النتيجة فورية، بمعنى تعالي شيل ايدك، بمعنى مجرد ما الصدغ يتعبى طرف الحاجب ارتفع، المنطقة هذه صارت أوسع، الكسرة اللي موجودة في الجفن بتصير أحسن. امسحي. والتجويف اللي هنا بيكون أحلى من الجهة الثانية. شوفوا حضراتكم الجهة الثانية شلون داخلة، ملاحظين صوري الوجه في النص بالضبط، طرف الحاجب هنا مرتفع أكثر، هنا نازل شوي، وهذه داخل لجوا. خليك ضاغطة شوي. والحمد لله على السلامة. كده خلصنا الحمد لله.